طبعا اجتماعنا النهارده عشان بس ايه، عندنا شويه اسئله وشويه حاجات مهمه لازم نجاوب عليها. اولا في حاجه مجنناني جدا، هتجنن. ليه كلمه متفرقين كلمه واحده وكلمه مع بعض كلمتين؟ يعني كلمه مع بعض متفرقين وكلمه متفرقين متجمعه، هتجنن. وبعدين انا سمعت واحد النهارده كان بيقول العين ما تعلاش عن الحاجب. يعني ايه العين ما تعلاش عن الحاجب؟ لا لو التعبير مجازي يعني ان الحاجب اعلى من العين، لا العين اعلى من الحاجب بمراحل. فاللي قال لك كده متخلف عقليا، لان العين تعلى على الحاجب براحتها. يعني انت الخروج بين عينك وحاجبك هتختار حاجبك عادي، هتختار عينك عادي مش مشكله. ولا والمثل اللي مضايقني بقى، المثل اللي يقول لك ايه احمد مش زي الحاج احمد. ما هو طبيعي احمد مش زي الحاج احمد بقى. احمد ده لسه شاب صغير في بدايه حياته، الحاج احمد ده راجل يعني راح الحج واتجوز وخلف وعنده احفاد الحمد لله. فيعني احمد مش زي، طبيعي احمد مش زي الحاج احمد. لا واللي ينرفزك بقى واللي يقول لك ايه، قالوا الجمل طلع النخله، ادي الجمل وادي النخله. لا ما هو انا لما حد يقول لي الجمل طلع النخله اقول له انت كذاب، لان ده فيزيائيا ما ينفع. الجمل ما يطلعش فوق سطوح بيتنا عشان تبقى عارف. فالجمل لو قال لك طلع النخله، فانا مش هجيب جمل واروح جنب نخله عشان اكدبه، هو كذاب. يعني احنا جبنا الجمل رحنا عند النخله، نستنى بقى الجمل يطور من قدرات امه ويحاول يطلع النخله؟ لا ما ينفعش يا جدعان، ده تهريج. لا ولا المثل التاني اللي يقول لك ايه، بيت ابوك لو وقع خد لك منه طوبه. بغض النظر عن الرساله الانتهازيه القذره، بس بيت ابوك لو وقع خدت منه طوبه، هتعمل بالطوبه دي ايه؟ انا عايز افهم هتعمل بالطوبه دي ايه يعني؟ حد من اللي قاعدين دول يجاوبني. يعني انت داخل بقى على مراتك وعيالك بطوبه، مراتك تقول لك كده بيت ابويا وقع، ها خدت منه ورث؟ لا خدت منه طوبه. فابنك بقى يستظرف عليك، يكون شبه كلب البحر، يقول لك بابا انت جبت لنا طوبه، ان شاء الله تجيب لنا امشير. القلشه تروح خبط ابنك بطوبه في دماغه، وتنزل بقى على قناه اليوم السابع اب يقتل ابنه ومش عارف ايه. فداخل نفسك في حوارات، وهو اساسا هتموت قذر وتبقى خسرت ابنك. ليه بيت ابوك لو وقع خد منه طوبه؟ ده دي قذاره. ولا المثل الاقذر منه اللي يقول لك ايه، ان سرقت تسرق جمل. ما قالكش مثلا اذا كان لو سرقت هتروح النار، لو سرقت مثلا الناس هتشوفك وحش. لكن ايه لو سرقت تسرق جمل؟ يعني تخيل مثلا ان انا سمعت كلامك وراح انفذ المثل وراح اسرق الجمل. طب لو عرفت اسرق ساعه اسرقها من صاحبها عادي، موبايل هسلته من صاحبه، محفظه هسلتها عادي. لكن جمل ازاي هسرق؟ اخبيه ازاي جمل؟ يعني انت متخيل؟ ولو عرفت اسلكه من صاحبه ههرب بيه ازاي؟ الجمل بطيء بطء السنين، لو مشيت بيه هو دي بس هتخلي الجمل يفضحني، والناس ومش بعيد يكون مركب في الجمل الجي بي اس عشان تبقى عارف. فلو سرقت تسرق جمل، ده تخلف اللي بيتقال ده. لا ولا المثل التاني اللي يقول لك هبله ومسكوها طبله. ما واحده هبله هيمسكوها شركات بترول، ما كده هيمسكوها طبله عشان تقعد تطبل وتحل عن دماغهم، هتصدعهم تاني بس مش مشكله. يعني واحده هبله هيمسكوها ايه؟ ما كده هيمسكوها طبله عشان تلعب وتنبسط، ما هبله. لا ولا المثل التاني اللي يقول لك ايه بقى، العروسه لما تقع من السماء تقع على العريس العمى. يعني عريس اعمى حظه ان في عروسه وقعت من السماء عليه. يعني انتوا جايين تبصوا له الكحكه في ايد اليتيم عجبه؟ انا مش فاهم انا بجد والله. ولا المثل التاني اللي يقول لك ايه، اضرب على الحديد وهو سخن. لا ده خلص المثل كده، فما تنتظرش حاجه ولا تفهم منه اي حاجه. اضرب على الحديد وهو سخن، ماله الحديد؟ ضربت على الحديد وهو سخن، انا عايز اعمل سيف احارب بيه؟ لا انا اضرب على الحديد وهو سخن، انا مالي ومال الحديد اصلا؟ ده ليه الناس بتصنعه؟ انا مال امي انا باللي بيحصل ده. لا ولا المثل اللي ينرفزك بقى يقول لك ايه، فلان ده حرك الميه الراكده او الميه الراكنه تقريبا. طب عمل ايه انجاز بقى؟ بطل حرك الميه. عمل ايه ده؟ لو اي عيل صغير رمى طوبه في الميه الراكده الميه هتتحرك لوحدها، مفيش انجاز في الموضوع. لا وفي امثله تانية بقى، مثل يقول لك ايه، اربط الحمار مطرح ما يقول لك صاحبه. طب هو صاحبه ده مشلول؟ ما انا يعني وانا شغال عند صاحبه؟ اربط الحمار مطرح ما يقول لك عنه ما اتربط. الحمار الحاجه الوحيده اللي مش هيمشي، حتى لو مشي هيعرف يرجع تاني، يعني بيحفظ البيت. اربط الحمار مطرح ما يقول لك صاحبه ده مشلول، ما يقوم يربطه هو. انا مالي مش فاهم. لا وفي مثل بقى تاني يقول لك ايه، العروسه للعريس والجري للمتعيس. انتوا بتشتموا المعازيم، الناس جايه تجامل من جميع انحاء البلاد بتشتموهم. ايه ده الجري للمتعيس؟ يعني خد يا ده متعوس فرحي بكره، اوعى ما تتعيس، هتيجي تتعس معانا هتعس امك لو ما جيتش. ليه تشتم المعازيم؟ واحد جاي لك جاملك وينقط تشتمه؟ لا ده غلط، ده اللي بيحصل ده. لا والمثل اللي يقول لك ايه، طول ما انت زمار وانا طبال، او طول ما انا زمار وانت طبال هتجمعنا الموالد. هو في مصر كلها ما فيش غير مولد واحد؟ ما فيش مولد؟ يعني افرض انت في مولد في اسوان وهو في مولد في اسكندريه، هتجتمعوا ازاي؟ عايز افهمها دي. ولا المثل اللي يقول لك ايه، خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات.
اما طبيعي يتفرقوا، ما واحده هتروح تشوف بيتها وعيالها وهيجوا الصبح برضه يقرفونا ورغي عادي في التليفون مش مشكله، او يقعدوا معانا عادي رغي. لكن خدتك خلاص الليل العيشه اذنت، يلا بقى كل واحد على بيوتها، يلا وتعالوا بكره هاتوا في سيره الناس براحتكم من اول النهار عادي. لا، ولا المثل اللي يقول لك ايه، معاك قرش تسوى قرش، معاك قرشين تسوى قرشين، معاك ثلاث انا معيش خالص ابقى ايه؟ ما انت كده بتحطني في مأزق غريب، يعني بتحطني في موقف لا احسد عليه. ولا المثل بقى اللي يقول لك ايه، الراجل اللي ما عندوش كرش ما يسواش قرش. طب انا عندي عضلات بطن يعني كده معايا شويه فكه يعني، ولا معدن ده حديد؟ مش عارف ايه ده. وبعدين بقى انا عايز اعرف ايه علاقه لما واحد يخش يلاقينا حاطين الاكل ونقول له حماتك بتحبك اقعد كل بقى. يعني ايه علاقه حماته بتحبه طب انا دخل عليا واحد امبارح قرفان من حماته وكنت باكل وقلت له تعالى كل عادي، حماته بتحبه في ايه؟ ايه العلاقه ما انا مش فاهم انا. حماتك بتحبك يبقى حماتك اتصلت بيك قالت لك روح الجماعه بتاكل هناك، ما تقرفوناش بقى يا جدعان. لا، والمثل اللي يقول لك على قد لحافك مد رجليك. ايوه طب ماشي ده حلو. يعني انا ليه بقى اروح اشتري لحاف قصير؟ ما انا اروح اشتري لحاف كبير عشان انام واغطي رجلي. اقلب اللحاف كده، في لحاف بيبقى بالعرض بيبقى قصير، تيجي تجيبه بالطول يبقى كويس معاك. على قد لحافك مد رجليك. طب ما فيش في الدنيا لحاف قصير، حتى القصيرين اللحاف بتاعهم بيبقى طويل. في مثل بقى متخلف عقليا بيقول لك ايه، ان كنتوا اخوات اتحاسبوا. ليه بقى نكون اخوات اتحاسب؟ قصدك على ورث؟ افرض انا يا عم ما عنديش ورث، واخويا انا غني واخويا غني ومفيش ورث بيننا، هو راجل بيحبني وانا بحبه، كنت اخوات اتحاسبوا. افرض انا اكلت ايس كريم مثلا، هو كل حلبسه، واحد فينا حاسب للاثنين، هو حاسب لي وانا حسبت له في اكله ثانيه عادي، اروح اقول له معلش انا حسبت لك على اكله ثانيه وانت تقول لي لا انا حسبت لك على ايس كريم؟ ما احنا مش ولاد عم ولا اصحاب، ده احنا اخوات. ايه ان كنتوا اخوات بتحصلوا اخوات على بعض، بترجعوا تزعلوا لما اخ يقطع في اخوه. لا، والمثل اللي يقول لك ايه بقى، داري على شمعتك تقيد. حلو، دي تنفع بس في عود الكبريت. عود الكبريت لما يجي يطفى تروح عامله كده روح مولع تمام. لكن ده على شمع، انا عملت كده على شمع قبل كده ببص لقيتها طفت، فما اعرفش ايه ده بقى، يعني انا غلط عندي انا ولا عند مين مش فاهم. تعالوا بقى نقول الامثال بتاعت بره مصر بقى. في مثل صيني عظيم بيقول لك لا تلعن الظلام فخير لك ان تضيء شمعه. ما انا النور لو قطع برضه مش هندر مكان الشمعه، مش هعرف اروح اجيبها منين، بس بقى عادي مثلا ليه حكمه، ليه حكمه في قلب الموضوع. لا، وفي مثل بقى، ده مثل اللي بسميه مثل الزومبي، يقول لك ايه، عض قلبي ولا تعض رغيفي. ما ماشي، افرض هو عض قلبك وقطعه، هتعرف تاكل بعد كده الرغيف ده؟ ولا انت بتقول كلام انت حافظ مش فاهم يعني ولا ايه؟ مش فاهم. وانا بقى بحترم المثل الوحيد اللي على حق، وهو المثل اللي بيقول الميه تكتب الغطاس. ده مثل احترمه، لان مهما كنت غطاس، مهما كنت محترف ومعاك انابيب حاططها واكسجين، تصدق ما بيغرقوش دول، بيطلعوا على طول. المثل باظ مني.